السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الشطار. أسرع من التيار إن شاء الله دلوقتي مع بعض في الوحدة التانية. الوحدة التانية اتكلمت معايا عن 3 أفكار رئيسية. أول فكرة فيهم عن المتباينات. المتباينة تحتوي على أصغر من أو يساوي أو أكبر من أو يساوي. دي بالنسبة للمتباينات. بعدين هنتكلم عن الضرب ده ممكن حد في حد او حد في مقدار او مقدار في مقدار. اخيرا هتكلم عن القسمة، ممكن حد على حد او مقدار على حد او مقدار على مقدار. يلا بينا دلوقتي ما تأخرش معاكم بسرعة وندخل على المتباينات. بيقول لي ضعف عدد ما اكبر من او يساوي الخمسة. اكبر حاجة مسموح بها انها تكون 180، فلازم تكون اقل من كده. اللي السرعة القصوى المسموح بيها لازم تكون 90 وهكذا. دي كده يا مستر المتباينات. طيب اهم حاجة تكون عارفها، لو انت معاك 2 اكس ناقص 7 اكبر من او يساوي ال 13 ازاي بحل؟ اولا -7 تركب الطيارة وتغير الاشارة، فالاتنين اكس اكبر من او يساوي ل20 واقسم على الاتنين فتبقى الاكس اكبر من 10. الحتة التركية المهمة اللي لازم احفظها، اذا مجموعة الحل بتساوي اكس حيث اكس تنتمي للكيو والاكس اكبر من او يساوي العشرة. دي كده بالنسبة للمتباينات، ودي لازم هتكتبها بكرة، لازم هنكتبها بكرة. درس التاني كان بيقول لي الضرب. ممكن اضرب حد في حد او حد في مقدار، زي مثلا 3 a تربيع عايز اضربها في 7 a اس 3، ده حد في حد. او ان يبقى معايا 7 اكس وانا عايز اضربها في 3 اكس تربيع زائد 2 اكس تكعيب زائد 1 مثلا. هشوف دي قيمتها هتكون بكام ودي هتكون بكام. هنا 3 في 7 يا استاذ ب21، وعند الضرب بجمع الاسس 2 و3 5. هنا اللي بره هيضرب كل اللي جوه، يعني هيضرب 3 مرات. 7 في 3 ب21 وهجمع الاسس. 7 في 2 ب14 ونفس التجميعة. واخيرا 7 اكس في الواحد ب7 اكس. ده كده حد في حد او حد في مقدار. اخر حاجة كانت معانا خالص بالنسبة للضرب، ان عايز اضرب مقدار في مقدار، ودول 3 اشكال مهمين. الشكل الاولاني لو اكس ناقص 5 واكس زائد 5 عددان مترافقان، لو نفسه هو بالظبط يا مستر بس اس 2، او ممكن يكونوا مع بعض بس مختلفين. يا ترى كل واحدة هتتحل ازاي؟ تعالى مع بعض نشوف. الأولى دي دول عددين هتعرفهم بعدين، عددين مترافقان، ربع أول ربع تاني وبينهم فرق. التانية دي أس 2، ربع أول ربع تاني واتنين في الأول في التاني 10 إكس. والأخيرة دي طبعا مختلفين جدا، هضرب الأول في الأول فتبقى إكس تربيع والتاني في التاني فتديني ال21. وأخيرا الطرفين زائد الوسطين، طرفين بتلاتة اكس والوسطين 7 اكس، تجمعتهم هتكون 10 اكس. ربع اول ربع تاني وبينهم فرق، ربع اول ربع تاني واتنين في الاول في التاني. هنا ضرب بمجرد النظر. الفكرة الثالثة والأخيرة كان بيكلمني عن القسمة. يعني يا مستر لو معايا 7 اكس تربيع واي أس 3 خليها 70، عايز أقسمها على 7 اكس واي تربيع، يا ترى هتعمل إيه؟ 70 على 7 فيها العشرة، اكس تربيع على اكس فيها الاكس، والواي تكعيب على الواي تربيع فيها الواي. الرقم مع الرقم والرمز مع الرمز. فرضا يا استاذ ما كانش فيه واي تربيع هنا، خلاص يا حبيبي تنزل الواي تكعيب زي ما هي لانك ما خصمتش منها. طيب يا ترى لو ادوني مقدار، هتقسم المقدار لثلاث حتت، وليكن كان بيقول لك اقسم لي 15 اكس تكعيب وتربيع و3 اكس، ده كله انا عايز اقسمه على 3 اكس. ده كده مقدار على حد، ده المفروض هتفكفكه في الامتحان. 15 على 3 فيها الخمسة اكس تربيع، 21 على 3 فيها 7 اكس زائد 1. اخر حاجة بالنسبة للقسمة المطولة، هتشد كده القسمة المطولة بتاعتك وتكتب لي المحتويات اللي مطلوبة منك، وليكن اكس زائد 2. احنا عارفين ان اساسا قسمة ضرب طرح تنزيل، قسمة ضرب طرح تنزيل، وعيد الكرة كمان مرة. اكس تربيع على اكس فيها الاكس، هضرب
اكس في اكس، اكس تربيع زائد 2 اكس، وهطرح فهتكون 5 اكس وانزل العشرة. هعيد الكرة كمان مرة، 5 اكس على اكس فيها الخمسة، 5 في اكس ب5 اكس، و5 في 2 ب10. هوب صفرت المسألة. يبقى انت كده حليت، ده اسمه مقسوم وده المقسوم عليه، واللي فوق ده خارج القسمة. لو حابة اتأكد منها على فكرة يا استاذ، انا لو جيت اضرب اكس زائد 2 في اكس زائد 5 هتديني نفس المقسوم، اكس في اكس باكس تربيع موجودة، 2 في 5 ب10 موجودة، وطرفين وسطين بتساوي 7 اكس تمام موجود. الأبطال أقل من 6 دقايق الحمد لله تم شرح كل الوحدة الثانية بأدق التفاصيل تقريبا. الناس اللي فاهمة ومركزة أنا واثق فيكم إن شاء الله تأدوا كويس بكرة. طيب دلوقتي يا أستاذ معانا بعض الأمثلة، بقول لي المتباينة ضعف الإكس أقل من الخمسة. ادي ضعف الإكس معناها 2 إكس أقل من 5. رقم ج. عايز أضرب سالب في موجب بسالب، و3 في 4 ب12، وعند الضرب بجمع الأسس إكس أس 5. رقم أ. هنا يا أستاذ دي اللي كنا بنقول مقدار على حد بقسمها لحتتين، تحت ثابتة 3 إكس وفوق 3 إكس تربيع و6 إكس. طبعا لما أقسم دول يا أستاذ هيديني الإكس، ولما أقسم دول هيديني 2. تبقى الإجابة الأولى دي هتساوي إكس ناقص، ودي لما أقسمها هتكون 2. الإجابة رقم د. حاجة تانية أخيرة كده، مسألتين مقالين بسرعة نحل مع بعض. رقم 2 هنا معايا 3 بره هقسم عليها، فيبقى 2 اكس ناقص 1 أكبر من الواحد. هيركب الطيارة يبقى ال 2 اكس أكبر من ال2، هقسم على ال2 فيبقى الاكس أكبر من الواحد. يبقى إذا مجموعة الحل بتساوي، وافرض يا أستاذ حضرتك قلت لي اكس حيث اكس تنتمي للكيو والاكس أكبر من الواحد. طيب بالنسبة للرقم 3 نغير اللون وادخل يعيش اللون. هقسم الجزئية لثلاث حتت، تحت 3 اكس تربيع اللي هي المقسوم عليه ده بيكون ثابت في كل المسائل بتاعتي على حسب المسألة على فكرة. فوق 24 اكس أس 4 15 اكس تكعيب و12 اكس تربيع. حتة حتة كده، 24 على 3 فيها 8 اكس تربيع، 15 على 3 فيها 5 اكس، 12 على 3 فيها 4، والاكسات هيروحوا مع بعض. اتمنى اكون فدتكم ولو جزء بسيط. درسنا مع بعض المتباينات، درسنا مع بعض ضرب حد في حد، حد في مقدار، مقدار في مقدار، وتعلمنا كمان القسمة، قسمة حد على حد، او قسمة مقدار على حد، او قسمة مقدار على مقدار. الشعار بتاعنا مع مستر همام: الرياضة في التمام.